ان شاء الله يعني بنجيب حاجه قبل العيد ب 15 يوم ب 20 يوم نبدا نعلق نجيب شغل مستورد وشغل مصري، نجيب حاجه اللي هي متوسطه سعرها يكون متوسط، مثلا حاجه تعمل 30 35 كده يعني. تجهيزات العيد احنا جبنا اللبس وكده، بس طبعا الاسعار غاليه على الناس السنه دي، الاسعار مرتفعه جدا ونسبه البيع مش كبيره قوي يعني، الناس مستغليه الحاجه دايما. طب انت شايف سبب ارتفاع الاسعار ده ايه؟ سبب يعني الارتفاع ان التجار هم اللي مغليين برضه الاسعار. انا لما بنروح نجيب الاسعار غاليه جدا، يعني الضعف بقى ضعفين دلوقتي. زي ما انت شايف يعني المفروض ان في اقبال الناس تنزل تشتري وملابس بقى، طبعا انت فاهم العيد الصغير ده بيبقى غير كل عيد، يعني كله بينزل يلبس جديد في جديد. زي ما انت شايف بقى الدولار والكلام ده هو اللي بوظ الحركه وبوظ الدنيا يعني في السوق وكده. بنجيب تشكيله يعني، في حاجات مشجره، في حاجات ساده، في علاجات على اقطان، حاجات على شحون. فقبل العيد يعني مثلا 10 15 يوم كده بنبدا نجهز ونجيب حاجات. طيب الاسعار عامله ايه في العيد؟ هل في زياده قبل العيد ولا الاسعار العاديه؟ يعني هي في زيادات في المستورد هو رفع، بس في حاجات بيبقى في ليها بديل مصري. يعني مثلا في طرحه زي الطرحه اللي هي الزبده دي بتيجي المستورده بتبقى عامله 35، المصري منها مثلا بيبقى عامل 25 30، فبتبقى كويسه. ففي حاجات اللي بيبقى في ليها بديل مصري بنجيب المصري وبيمشي معانا سوا. بنحاول يعني مثلا حاجه مثلا هتعمل 35 مستورده ليها بديل مصري ب 30 بنجيب المصري كده يعني. طبعا الاسعار غليت قوي، الله يكون في عون الناس يعني. طيب الاسعار دي بقى بتاثر على الاقبال في فتره العيد؟ يعني في زبائن كتير بيجوا ولا؟ في زبائن الحمد لله، وفي بيع وشراء، وفي الدنيا ماشيه والتمام التمام، بس مش زي الاول كان احسن. الاول البيع احسن، فلوس اكتر، الاسعار قليله وبنكسب اكتر، الكلام ده. والناس هتفضل تشتري لغايه امتى بقى؟ بتفضل لغايه يوم العيد ولا بعد العيد ولا امتى؟ الكلام ده بيبقى لحد بكره. طبعا يوم الوقفه بقى كله بيبتدي يجهز بيته دنيته، فطبيعي يعني عمليه هاديه شويه والدنيا تعبانه. طب بالنسبه للبس العيد الناس بتبدا تيجي تشتري امتى اكتر فتره بيبقى فيها اقبال؟ لا هو نسبه الصيف كلها من اول الصيف لحد اخره بيبقى فيش نسبه شغل شويه، بس بنسبه الاستيراد اتقفل، المصري هيشتغل، فالمصري هيشتغل اليومين دول يعني، بس بعد العيد. والله هو اقبال السنه دي مش هكذب عليكم مش زي كل سنه، بس يعني في اقبال الحمد لله، يعني زي ما انت شايف يعني الحمد لله يعني الحال ماشي. بس قبل كده من سنتين ثلاثه لا الاقبال كان اكثر طبعا. تبدا تيجي تشتري حاجات العيد لبس العيد امتى بقى؟ الناس اصلا ما بتشتريش، الناس بتنزل تتفرج وتمشي، اصلا الناس ظروفها صعبه جدا يعني. السوق يعني كان اول 10 ايام، بعد كده مريح دلوقتي بقاله كام يوم، يعني الناس ما بتشتريش وكده. هو يعني من شهر شعبان كان في شغل وكان يعني فاهمني، وبعد كده الدنيا ابتدت تهدى خالص، وزي ما انت شايف كده الدنيا فاهمني مهديه خالص. ايه ابرز الموديلات اللي عليها اقبال عندك او الفتره اللي فيها اقبال؟ يعني هو لبس الاطفال يعني السنه دي مش كتير قوي يعني، يعني ملوش اقبال كتير. يعني ببيع باسعار رخيصه عشان اكسب، يعني اعرف اللي انا ابيع، اعرف اللي انا اعيش. اصلا واحد داخل عليه موسم وداخل عليه الدنيا دي كلها، فمش عارف يعمل ايه اصلا يعني.